السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنكملوا القصة، غنكملوا الجزء الرابع من القصة، وباقا طويلة هاد القصة. باقي قلت لكم هاد البنت ما عمر باها جا اعتذر منها وقال بنتي سمحي لي، راه انا كنت السبب ديالك، انا ودرتك، انا درت ليك وفعلت ليك وتركت ليك. هاد البنت تقهرات من كتر هاد الشيء، تقهرات. المهم غسلات وجهها من هذاك الشيء، وتصوروا يومين ولا 3 ايام وهي كتقيا بالريحه تاع هذاك الشيء، وناض فيها شي حب وخمجوا لها قنانفه بهذاك الشيء. ورغم ذلك ما تسوقات ليهاش. راجل هذيك السيده مني شاف هذيك البنت خمج ليها فمها وداك الشيء، قال لها مال هذه البنت فمها ولا هكا. كان ديما راجلها كان حنين، راجل هذيك البنت اللي كانت خدامه عند هذيك السيده كان حنين، سيد كبير ومتقي الله وتيقرا القران وعارف بينه وبين الله. قال لها مال هاد البنت فمها ولا داير هكا. هو اللي مشى جاب داك الضوء الاحمر والقطن وبقى كيديروا لهذيك البنت فمها، فمها كله خماج. المهم مني ولات البنت عايشه في هذيك الدار بحكم اختها امها وكل شيء كاين معاها في الدار، يعني العائله كلها مجموعه في الدار والناس، ودائما العراضات عندهم. وديك البنت ما كتقعد ما كتحك راسها ما كتنعس حتى لجوج تاع الليل. كتوصل لجوج تاع الليل تيخصها تحك الكوزينه وتحك الحيوطه وتحك الجليج، يعني ما عرفاتش هاد البنت شنو هي الطفوله. ما لعباتش، ما ضحكات، ما عمرها شي نهار ضحكات. قولوا لي هاد البنت كيفاش بتربى وكيفاش بتكبر، وشنو الامراض اللي غادي يخلقوا من بعد هاد البنت من بعد ما يدوز عندها هاد الشيء؟ اشنو هما الامراض اللي غادي يركبوها؟ شنو هما الامراض النفسيه اللي غادي يركبوها من بعد؟ هاد البنت كتمشي هذيك السيده كتعود تقعد في الخدمه يومين 3 ايام، تتولي خوتها كتكلف بها، كتنوض مع الصباح كيفطروا البنيه الصغيره كيركبوها ليها في ظهرها، كيزيدوها كيحطوا لها الفراكه وكتقول لها فركي الحوايج ديال هذيك البنت الصغيره وهي في ظهرك، وانت ما قادراش كتافك كيموتوا عليك، وكتقول لك فركي هذوك الحوايج، فركي دوك الحوايج ما خصكيش. كيحطوا لها طاشمه ديال الحوايج، رغم ذلك كاينه الماكينه الصابون وما كيخليوهاش تفرك الحوايج، لا الكبار لا الصغار لا كل شيء. كنصبنوه في البانيو اللي كنا كنصبنوا فيهم، دوك البانيوات الحديد الكبار اللي عقلتوا عليهم اللي كانوا بيديهم، نتم فين كيترقدوا الحوايج، ونتم فين كتدار الفراكه، ونتم هذيك البنت فين كتصبن. انا لحد الان هذيك الخدامه اللي جابوها كتدخل معاهم الكوزينه غير كطيب معاهم، كيعلموها باش طيب. حينت هذيك الخدامه كانت من العائله ديال شي حد عندهم ريحه الشحمه في الشاقور، كتدخل الكوزينه خصهم يعلموها الطياب باش تعود كطيب. كانت كتخرج راه قلت لكم كتسرق شي حوايج كتديهم معاها، وكيتسبوا فيا انا وكيمشيو ليا لديك الكارطونه فين حاطه حوايجي كيريت لهم كلهم وما كيلقاو والو. ما علينا. وليت داكشي اللي كنت كناكلو من عند المراه المزوجه وليت كناكلو من عند البنت اللي كاينه قاعده في الدار. واحد المره قلت لها لا انا ما قادرش نركب البنت ونصبر، راه كضرني في كتافي، نركبها ولا نصبن. وقبل ما تركب لي البنت قالت لي اجي وهي تسلت الجفافه من العصا، وهي تهزت العصا تاع الجفاف وهي تشحط الظهر ديال هذيك البنت، شحطات معاها حتى بقات هذيك العصا مصوره ليها يعني ما باقيش هذيك البنت لا قدات لا تنوض ولا ترجع ولا تهضر ولا صافي. جات امها كتغوت قالت لها قتلتي البنت، حين ضرباتها طاحت، تيخويو عليها الماء تتقعدات. مني تقعدات شدوها هي وامها وحلفوا عليها لان تعود تقولها لاختهم الكبيره. حينتي لا قالتها لاختهم الكبيره كتجي هي وراجلها البنت اللي مكلفه بها المره اللي جابتها، هي كتضرب هذيك خيتي كتضرب، ولكن هي كتقرص وتعض وتنتف، ما كتعطيكش بحال هذوك الضربات، يعني ضربات الموت ما كتعطيهم ليكش، ولكن كتعطيك ضربات اخرين. راكم فهمتوني؟ في خاضي دايما زرقين والحياتي دايما مرونه، والشعر ما كاينش، ما كتخلي لي الشعر حتى فين نقبض، من فواس الشعر كيطلع كتكرطوا لي. ضرباتها بهذيك العصا ديال الجفافه وطلعوها للبيت الفوق وهما ينعسوها. البنت ما بقاتش قدرت لا تحرك لا تنوض لا دير حتى شي حاجه. المهم الصباح ما قداتش تنوض، الغد ليه ما قداتش تنوض. جات المراه من الخدمه فين هي البنت؟ قالوا لها راه ناعسه الفوق، راه مريضه فيها السخانه. جات انتفات عليا المنطقه، تقعدي فيك السخانه ويعطيك جوج سخين ان شاء الله. اش من سخانه فيك؟ ضلي نهار كله انت تصورتي وانت ديري. عرفتي شنو هذا الصريط؟ اش بغيت نقول لكم؟ شي مرقه بايته، شي حاجه تاكليها وتبقاي تردي،
انا ما كبرتش هكاك في دارنا. انا خلال داكشي اللي عشتو في الدار، كتقول هذيك البنت خلال داكشي اللي عشتو في الدار انا ما كبرتش هكاك. هاد البنت كبرت، هي فعلا هي بنت العروبيه، ولكن كبرات البيض برد لي، غمدركش زيت العود، غمدركشه تشيجه الشعير موجوده، السمن، الزبده، كل شيء كان. لدرجه باها كان معمر الحانوت في الدار، كل شيء كاين. باقا لحد الان غادي يضركم ريوسكم الا قلت لكم هاد الشيء كاين وعايشين فيه، والبنت عطاها باها تخدم. غتقولوا لي كنقول لكم فري هذا الشيء كاين، نقسم لكم بالله العلي العظيم الا فري هذا الشيء كاين. انا تتقول البنت انا مرضت نفسانيا، ولكن تنقول الا تشاركت معكم هذا الشيء ربما نولي لاباس، ربما ينزل العفو من عند الله تبارك وتعالى. انا مرضت نفسانيا، انا ما كنبقاش نضحك مع ولادي بزاف، ما كنبقاش دغيا تنضحك شويه ودغيا تنتقلب ودغيا تنتفكر هذاك الشيء وتنمرض. تنقول لكم هذا الشيء فري كاين. باها عنده الفلوس وعنده باش يعيشهم، وباقي فيا هاد الحرقه. اشنا هو السبب اللي عطاني نخدم في الديور وتكرفصت هاد الشيء كله؟ ماشي غير انا تكرفصت، انا وواحد اختي من المزيان. دابا اللي كلا تكرفيس بزاف اللي دازت، حيت انا هي الكبيره، انا اللي دزت من هاد الشيء، حيت ما عنديش الحق باش نعاود ديال اختي. انا كنعاود ديال راسي، ما عنديش الحق باش ندخل في اسرار واحده. اللهم ديولي انا حبيت نشارك معكم قصه مؤلمه بزاف 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 اكثر من القياس. كنقول علاش هو عنده هذاك الشيء وكل شيء وخلاني هكاك. ما فهمتش شنو هو السبب لحد الان. اللي فهم فيكم شنو هو السبب الله يعطيكم الستر، يكتبوا لي في شي كومونتير. انا با فعلا تزوج المراه، وهاد المراه انا ما كتقول لي والو، يعني لا كتقول لي هو ولا بينه وبينه هو يعلم الا الله. انا ما عرفتش اش واقع، واش با كاع كفرت لهاد الدرجه الله اعلم، انا ما عرفتش. المهم ضربت هذيك الضربه، شديت الفراش. المهم كينوضوني ما كنقدرش نوض. ديك الضربه كانت لي السلسله ديال الظهر صافي. كتنوضني كتقول لي ماشي الحلاقم هادو، قول لي اش فيك، ماشي الحلاقم هادو. كتنوضني كنطيح صافي. انا بقيت كنشوف فيها حيت اختها واقفه حدايا، كتنوضني كنطيح. ويقول لها راجلها شوفي الراجله قلتها لكم تعرف مزيان بينه وبين الله. عاد كنقول لكم هاد السيده انا اللي داتني وكنت عندها وكانت كاتبه ديال القيد، كانت خدامه في مقاطعه حجات وعودات. هذه حجات وعودات، وهذه ما كانش عطاها سيدي ربي الولاد وعطاهم ليها، وعارفه حق الولاد وعارفه حق بزاف ديال الحوايج. المهم راجلها كينوضني كنطيح، قال لها شوفي هاد البنت قلبيها شوفي اش فيها. قالت لي اش بيكون فيها؟ قال لها هاد البنت قلبيها شوفي اش فيها، شي حاجه هاد البنت واكلها ولا شي حاجه مضروبه ولا ما بغاتش هي. هو يطلع ليا هو حوايجي، طلع ليا حوايجي وقلب ليا ظهري. كتبان لي ديك الشحطه تحلات، هذيك الشحطه تنفخات حتى تحلات، يعني ولات تتمجلمه والقيح هذيك الشحطه. قال لها دابا غادي تهزوا البنت للطبيب، بيتو تصيفطونا للحبس، بيتو ديروا لينا، بيتو تفعلوا لينا، بيتو تركوا لينا. هزوني للطبيب، داوني للسبيطار ديال المخزن، دخلوني داروا لي الراديو، داروا لهم كل شيء. قال لهم هاد البنت ممزقه لها واحد الضلعه خصها واحد الباندا. مشى الراجل تيجري شرا ديك الباندا. قال لهم هاد البنت ما خصهاش باقي توقف بزاف، ما خصهاش باقي دير. رغم ذلك داروا لي ديك الباندا للظهر، ولكن مني كتخرج اختها وراجل اختها كيمشيو للخدمه، هما خايفين لا تجبد عليهم شي حاجه، لا يمشيو لشي حبس ولا شي حاجه. هي اش كدير؟ كتنوض وكتنوضني اختها بهلي طريه ليها، بهلي طريه ليا. كتنوضني كتقول لي ديري كرسي وغسلي الماعن. انا ما فياش ما نغسل الماعن، ديري كرسي وغسلي الماعن الحماره تاع تمك. هادشي باش كتهزني حيت امي ميته كيبقى فيا الحال. وكنوض قبل ما تقول لي الحماره تاع تمك، باش ما امي ما يجبدوها لياش، باش امي يخليوها عليهم في الدقار. وانا نعسه في هذاك السطح مريضه، كيطلعوا لي الماعن كل شيء. كتطلع لي الماعن لهذاك الدروج لهذاك الفوق، وكتزيد كتعطيك هذوك الماعن، كتقول لك غسليهم. كيديروا لي كرسي في واحد الكوزينه كاينه الفوق، كيديروا كرسي كتقول لك طلعي غسلي هاد الماعن. واش داروا واحد المره عرضوا للناس
جابوا الريوس ديال الغلمي وفوروا الريوس ديال الغلمي وحطوهم للناس، حطوهم وسط الطباصل والخص وداك التخربيق. المهم راكم عارفين بلا ما نشرح لكم. داروهم شوا، وانا رفسوا ليا في داك الماء اللي كيبقى في الطنجره. انا من اصله ما كناكلش الراس، انا في دارنا مني كنت صغيره ما كناكلش الراس، وكبرت دروكا ما كناكلش الراس ديال الحولي ما كناكلوش. رفسوا ليا في هذاك الماء، وقفات عليا قالت لي خصك تاكليه بزز منك، كنصيفطو كيرجع. تصوروا داك الماء ديال الراس كيفاش داير، وعاد رفستي فيه الخبز كيفاش بيولي. وقالت لك هذاك الماء هو اللي غادي تغدي بيه. واش باقي شي ظلم اكثر من هذا الظلم اللي انا عشتو؟ انا راه كنقول كون تقبضت في شي حبس على شي حاجه درتها، ولا كون قتلت شي واحد كمثلا كنت كبيره وقتلت شي حد ولا درت شي مونتيف ودخلت الحبس، ما كنظنش غادي يدوز هذا الشيء اللي داز، هذا الشيء اللي داز عليا. حينتاش الناس تيقولوا لك خادمه في الدار، راه هي خادمه، راه خادمه، راه كتشد الفلوس، راه كدير. ولكن شوفوا راه دابا فعلا خرج واحد القرار الخادمات الصغار ما خصهمش يدخلوا للديور واللي لقاهم. ولكن شوفوا والله حتى باقا هذه القضيه، الناس تيجيبوا الخادمات الصغار خلى داك من تحت الدف وما تيشوفهم حتى شي واحد، وداك الشيء اللي تيتعذبوا وداك الشيء اللي تيتكرفسوا ما يعلم به الا الله تبارك وتعالى. نحياتاش راه يكذب عليك الكذاب اللي يقولك تيجيب شي وحده صغيره وتيتهلا فيها وتيدير لها بحال بنته. لا، هذاك الشيء كذوب. تيشدوها مسكينه تيديروا لها تخيميله تاع تميكه وتيعقدوا ليها راسها تتزيدها تتحرط عليها وهي عندها الولاد، ما عرفاتش واش غادي تموت ولا غادي تعيش ولا غادي غدا، ما عرفاتش اش بيوقع من هنا للصباح، ما عرفاتش ولادها فين بيتلاو، ما عرفاتش بزاف د الحوايج. انا امي كانت محتجبه، ما كتخرج ما كتدرج ما كتمشي عند حتى شي حد، وما كانت كتعدى على حتى شي حد، وما كانت كتعدى على ولاد حتى شي حد، ما كتعداش حتى ما عرفتش ما كدير والو، ما عمرني شفتها تعدات على شي حد ولا تخاصمت مع شي حد ولا الله يرحمها. ولكن انا تليت في هذا الشيء، الله اعلم اشنو هذا الشيء اللي بيجرى ليا، الله يعلم خلى هذاك ونحن لا نعلمون. انا ما عرفتش اشنو هو السبب تليت انا ولكن ما عرفتش شنو هو السبب. ولكن كنقول كل حاجه حطنا فيها الله الا عندنا فيها شي حكمه، كاينه فيها شي حكمه، هذا الشيء كاينه فيه شي حكمه. من بعد مني وليت كنوض شويه وكنتحرك وكنوض شويه، هي شدات واحد الدار حدا المقاطعه فين كانت خدامه كتقعد فيها هي وراجلها، كانت كتجي غير السبت والحد. تصوروا جابت المعلم وانا يلاه مقلعه الباندا، وجابت المعلم تيكرط ليها هذيك الدار، وجابتني معاها وخلات بنتها في المدينه فين هي ساكنه. سمحوا لي راه ما بغيت نسمي لا مدينه لا البلاصه، حيت القصه مواليها معروفين وكلهم معروفين على عدد، خلى داك على عدد رؤوس الاصابع معروفين. داكشي علاش ما بغيتش نسمي المدينه وما بغيتش، واللي طاح في هذه القصه وعرفها وفهمها ما عندي ما نقول ليه. ولكن هذا الشيء اللي كيدوز وهذا الشيء ماليه معروفين وكاينين. وسمحوا لي داكشي علاش ما بغيتش نحط المدينه وما بغيتش نحط الفيلاج فين كانت خدامه هذيك السيده في المقاطعه، هي معروفه وهي باقا حيه ترزق لحد الان، انما راجلها توفى الله يرحمه ويرحم امواتنا جميعا.